هل ينفع زراعة الأنسجة أو النخيل بشكل عام في الأرض السمراء ولا ما ينفعش؟ مع العلم إن معظم الناس دلوقتي على السوشيال ميديا بيقولوا إن النخيل لا تجود إلا في الأراضي الرملية. تعال معايا هوريك زراعة أنسجة من مشاتي الحياة مزروعة بالظبط بقالها سنة ونص في أرض سمراء مزروعة جنب النيل مباشرة، بقى شكلها عامل إزاي بعد سنة ونص. ودي شكل الأنسجة بتاعتنا اللي مزروعة في أرض سمراء. بسم الله ما شاء الله، النسيج زي ما حضراتكم شايفين مجموع خضري كويس، بدأ يكون معايا ليف وخشب، حاجة جميلة جدا. هنجهزه إن شاء الله اللي هو يطلع فسائل، ده إن ما كانش فيه بعض الأنسجة هنا بدأت تطلع معاه فسائل. زي ما حضراتكم شايفين الأنسجة ورايا كلها تعتبر نفس المقياس، حاجة جميلة جدا. وده رد عن اللي يقول لك إن الأنسجة أو النخيل ما ينفعش تزرع في ارض سمراء. النخيل تزرع في اي ارض واي مكان بدل توفر عندك شروط الزراعه اللي هي صرف كويس، ملوحه كويسه، جو معتدل مناسب للصنف اللي انت هتزرعه. يعني ايه جو معتدل؟ يعني البرح يزرع في وجه بحري او وجه قبلي، لكن ما ينفعش اجيب صنف نص جاف او جاف مجدول صقع سكري هزرعه هنا في وجه بحري، يبقى انت كده هتفشل لو انت اعتمادك على التمر. محمود، ايه رايك في النخل بتاعنا؟ اللهم صل على النبي، الله اكبر، بالصلاه على النبي اخر حلاوه. يعني ما نصدقش ان ده نخل عمره سنه ونص، مزروع في ارضه بقاله سنه ونص، وبزرع فيه برسيم وذره وفاصوليا وبطاطس. ردك على الناس اللي بيقولوا النخل ما ينفعش تزرع في ارض سمراء؟ لا، اقول للناس دي غلطانه، ما جربتوش، تجربوا الاول وبعد كده تقول لهم كان ينفع ولا ما ينفعش. ما انت، ما انا عندي زرع في الارض الثانيه في ارض سمراء برضك قلب بالصلاه على النبي، 1000 والواحده مطلعه 6. الله يبارك لك. 6 خفاف. الله يبارك لك. بصراحه بالصلاه على النبي شويه نخل، الله اكبر عليهم، ربنا يحسن ختامهم. الله ربنا يبارك لك، وان شاء الله تاكل منهم بلح السنه ده يا استاذ محمود ان شاء الله. وباذن الله لو حد عايز يتواصل معانا يقدر يكتب لنا في الكومنتات او يبعت لنا على رسائل الصفحه، وهنكون جاهزين للرد عليه في اي وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.